اتعلم ويب ولا اتعلم موبايل؟ انا عايز اشتغل واقبض فلوس كويسه، بس انا مش عارف. يعني اتعلمت ويب، الناس كتير قوي شغاله في الويب. يعني يا ترى انا هشتغل يعني وسط الناس دي كلها؟ اتعلم موبايل؟ طب ما الموبايل برضو بقى فيه ناس كتير قوي متعلمه فلاتر، وناس كتير قوي متعلمه نيتف ومش لاقيين شغل. طب وبعدين طيب يعني نعمل ايه ونسوي؟ بس الموبايل كويس برضو، يعني الموبايل برضو في ايد الناس كلها، يعني كل الناس في ايدها الموبايل. والفترة اللي جاية كل الناس هتبقى عايز تطبيقات موبايل، بس برضه طب ما هو الموبايل ما بيشتغلش من غير ويب. طب وبعدين؟ يعني اتعلم ويب ولا اتعلم موبايل؟ يا نادية اتعلم موبايل ولا اتعلم ويب ولا اتعلم موبايل؟ لا اتعلم موبايل. لا 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 لا، على فكرة احلى من الكلام ده كله. احنا نجيب لنا شوية كتاكيت ونربيهم، حتى الفراخ غليت دلوقتي وبقت بتكسب. يعني حتى لو ما كسبناش من الكتاكيت ممكن يكبروا ويبقوا فراخ وناكلهم حاجة. تصدق فكرة يا حاج محمد؟ بقول لك ايه، هو سعر الكتكوت النهارده كام؟ لا 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 يا عم، مش بلدي يا عم، مش بلدي، ابيض يا باشا، ابيض. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت والمدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. لو عايز تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها. ولو عايز تدخل مجال البرمجه وتتعلمه وتعرف كل حاجه فيه، سايب لك في الديسكربشن لينكات كتير جدا جدا هتساعدك ان انت تدخل المجال ده. وكمان سايب لك كورساتي المجانيه وكورساتي المدفوعه ومعلومات التواصل بتاعتي اللي من اهمها جروب التليجرام اللي انا بتجمع فيه مع الشباب وبنعمل اكتيفيتيز كتير جدا. ناس كتير قوي بيبعتولي وبيسالوني يا باشمهندس هنشتغل ويب ولا نشتغل موبايل، وايه الفرق بين المجالين، وامتى نقرر ان احنا نشتغل في ده وامتى ان احنا نقرر نشتغل في المجال ده. عشان كده قررت ان انا اعمل الفيديو ده النهارده عشان اقول لك الاتي: اول حاجه الفرق بين المجالين بشكل عام، كل واحد بيعمل ايه. تاني حاجة الليرنينج كيرف، اللي هي هتتعلم بعد وقت قد ايه المجال ده وتقدر تنتج وتطلع شغل. تالت حاجة ايه هي التكنولوجيز اللي موجودة في كل مجال وازاي تختار التكنولوجي المناسبة اللي هي شغالة في سوق العمل في الوقت الحالي واللي انت تقدر تستفيد منها بنسبة كبيرة. رابع حاجة هنتكلم عن الوظائف وعن المرتبات في سوق العمل في كل مجال من دول في الوقت الحالي، وهنتكلم كمان عن المستقبل والتكنولوجيز دي قد ايه هتتطور في المستقبل وممكن توصل لايه وممكن تبقى شكلها عامله ازاي في الكام سنه الجايين. فيلا نبتدي مع بعض باول حاجه وهي التعريف بالمجالين. بدايه كده، مجال الويب هو من اشهر المجالات اللي موجوده في مجال البرمجه ومن اكثرهم طلبا كمان في سوق العمل، وهو عباره عن ان انت بتعمل موقع او بتعمل ويب ابلكيشن للعميل بيقدر ان هو من خلاله يعرض المعلومات بتاعته، ان كان ويب سايت او ان كان هو يدخل مثلا حسابات او بيدير حاجه معينه في الشغل بتاعه عن طريق ويب ابلكيشن. الويب سايتس والحاجات دي بتشتغل عن طريق الويب براوزرز، واتطورت تطور كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت لدرجه ان هي بقت بتشتغل على الموبايل كويب براوزر برضو عادي جدا. وممكن من خلال الويب سايت انت فعلا تعمل موبايل ابلكيشن كامل ينزل على جهازك. تقدر تعمل ده طبعا، لكن ما بيكونش بنفس الامكانيات بتاعت الموبايل ابلكيشن اللي بيتعمل بقى نيتف وبيتعمل له سيت اب على موبايلك والكلام ده كله. الويب عمال يتطور تطور كبير جدا الفتره اللي فاتت، وفي تقنيات كتير جدا عماله تضاف عليه وفرص كتير قوي عماله تتفتح. لكن في الحقيقه برغم التطور والتقنيات الكتير اللي بتطلع، في تقنيات كمان كتير بتنزل وحاجات كتير بتختفي، فطبعا بتحتاج ان انت تطور من نفسك كل فتره عشان تواكب التقنيات اللي موجوده. اما بالنسبه لمجال الموبايل فهو عباره عن ان انت بتعمل تطبيق بينزل على الموبايل عندك زي الواتساب او زي اوبر او زي طلبات او زي اي موبايل ابلكيشن بينزل عندك على جهازك. الموبايل ابلكيشن اللي بينزل على جهازك واللي بيكون معمول نيتف مش معمول عن طريق الويب بيكون اكثر احترافيه واكثر قدره ان هو يتواصل مع مكونات الهاردوير اللي موجوده في جهازك. الفتره الاخيره مجال الموبايل تطور جدا جدا بسبب ظهور موضوع الخدمات اللي هي خدمه توصيل الطلبات، خدمه مثلا اوبر مثلا وتاكسي وحاجات زي كده، وغيرها طبعا زي مثلا فيزيتا، زي مثلا خدمات الصيدليات وغيرها من كل الخدمات دي حول العالم كله بشكل عام. واتطور كمان لان اغلب الناس بقوا ماسكين الموبايل في ايديهم وما بقاش عندهم استعداد ان هم يفتحوا لابتوب ويتعاملوا مع ويب سايت، فبالتالي الموبايل ابلكيشن خدت حصه كبيره جدا برضو من السوق الفتره الاخيره،
لكن لا يزال برضو عندنا عدد كبير من الناس لسه بيتعاملوا مع الويب سايتس ولسه بيحبوا الويب سايت اكتر من الموبايل ابليكيشن. اي نعم عددهم مش كبير ولكن لا يزالوا موجودين. بالاضافه ان في خدمات معينه انت مش هينفع تعملها موبايل بس، لازم تعملها موبايل وويب ابليكيشن، وخدمات اخرى لازم تبقى ويب بس ما يبقاش فيها اصلا موبايل لا من قريب ولا من بعيد. فطبعا ده بيبقى حاجه وده بيبقى حاجه تانية، والاتنين مطلوبين بنسبه ما في سوق العمل، وهنتكلم عن الطلب في سوق العمل كمان شويه ان شاء الله. تاني نقطه هنتكلم مع بعض عليها وهي الليرنينج كيرف. الليرنينج كيرف مقصود بيها فترة التعلم، بعد وقت قد ايه هتقدر تتعلم التكنولوجي دي او تقدر تتعلم المجال ده وتدخل فيه. هنبتدي مع بعض بمجال الويب. مجال الويب عشان تتعلمه انت محتاج وقت حلو شوية، يعني مثلا انت محتاج لك مثلا من 6 شهور لسنة. ايه السبب؟ لانك محتاج تتعلم حاجات كتير قوي. زي ما انت ما عارف مجال الويب هو مقسوم نصين، الفرونت اند والباك اند. الفرونت اند اللي هو فيه ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، والباك اند اللي فيه مثلا لغة البرمجة اللي زي الجافا او زي السي شارب او غيرها. فبالتالي انت محتاج تتعلم الاثنين عشان تكمل في حاجه زي الباك اند تقدر انك تلاقي فيها وظائف كتير في سوق العمل اكتر كمان من الفرونت اند. فلازم تكون انت دايس جدا جدا في الداتابيز، ريكوايرد ما فيهاش كلام، فهتتعلم الداتابيز وتخش فيها بقوه. لازم تكون دايس جدا في حاجه زي الجافا سكريبت، فهتاخد وقت في تعلمها. فبالتالي الليرنينج كيرف بتاع الويب بيحتاج وقت طويل شويه، بيحتاج تطبيقات كتيره شويه، لكن مش بيحتاج ديبث قوي. يعني مش لازم تكون انت داخل قوي 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 في البروبلم سولفينج مثلا والداتا ستراكشرز والكلام ده عشان تطلع منتج، لا ممكن تطلع منتج من غير كل الكلام ده. في حين بقى لما ننتقل دلوقتي بقى للموبايل هنلاقي الموضوع اتقلب العكس. في الموبايل عشان تبتدي وتشتغل وتطلع منتج، لا انت ممكن تطلع منتج مثلا من 3 اشهر مثلا ل 9 اشهر في وقت اقل، عادي جدا، لان انت مش محتاج تتعلم تقنيات كتير عشان تدخل في الموبايل. انت ممكن تتعلم لغه برمجه وتتعلم ازاي مثلا تتعامل مع الاي بي ايز مثلا وتعمل كولينج للاي بي ايز وبس على كده، وتقدر تطلع موبايل ابلكيشن كامل. وطبعا هتاخد انت وقتها الاي بي ايز من حد بيعمل باك اند، وهتطلع شغلك وهتبقى 100 100 وزي الفل. لكن على العكس انت بتبقى محتاج عمق اكتر في التعامل مع لغه البرمجه اللي انت بتاخدها. يعني مثلا لغه البرمجه في الويب لو انت هتتعلمها بنسبه 60 70%، في الموبايل لازم تتعلمها بنسبه 90 95%، لان الموبايل الريسورسز بتاعته ضعيفه، الرامه بتاعته قليله، البروسيسور بتاعه قليل، فانت لازم تعمل اوبتمايزيشن عالي جدا للكود اللي انت بتكتبه. مش مجرد ان انت بتكتب كود كده وبتسيبه وتجري وخلاص زي ما انت بتعمل في الويب، لا، في الموبايل الموضوع مختلف شويه. فبالتالي لازم تخش قوي 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 في لغه البرمجه بتاعتك وتتقنها جدا. بعد كده الموضوع بالنسبه لك بيكون بسيط وتقدر تطلع منتج بشكل سريع. فاذا عندنا الويب بتتعلم حاجات كتيره بس مش لازم تخش في الدبث بتاعت كل واحده فيهم عشان تطلع منتج. الموبايل لا، بتتعلم بس لغه برمجه، ومن جوه لغه البرمجه دي ممكن تطلع مشروع، تتعامل مع الاي بي ايز بسهوله، بس لازم تخش في الدبث بتاع اللغه دي اكتر عشان تعرف تطلع مشروع كويس. ننتقل للنقطه اللي بعدها وهي التكنولوجيز. التكنولوجيز اللي موجوده عندنا في السوق واللي مشهوره جدا في الوطن العربي، هنبتدي مع بعض من اول مجال الويب. عندنا اول حاجه البي اتش بي والفريم ورك بتاعها اسمه لارافيل، ودي طبعا ممتازه جدا متطلب عليها كتير قوي في سوق العمل. وعندنا السي شارب والفريم ورك بتاعها الاي اس بي دوت نت كور، وده برضه مطلوب كتير جدا ومرتباته يمكن تكون اعلى كمان من البي اتش بي. وعندنا الجافا سكريبت والنود جي اس، الطلب عليها يعني مش كتير قوي، بس اللي بياخد فيها مرتبات بياخد مرتبات محترمه. دول اكتر حاجات شغاله عندنا في الوطن العربي. لو انت عاوز بقى تسافر اوروبا او امريكا هتضيف عليهم بقى الجافا والفريم ورك بتاعها اسمه سبرينج لو انت عايز تسافر بره. افضلهم ايه من وجهه نظري؟ انا من وجهه نظري شايف ان افضلهم هو الاي اس بي دوت نت كور طبعا اللي موجوده بالسي شارب. وطبعا اكيد محتاج ان انا افكرك ان احنا عندنا دبلومه احترافيه بنعلم فيها مجال الويب بلغه السي شارب، وبنتعلم فيها كمان سيكوال سيرفر وجافا سكريبت، وبنتعلم الاي اس بي دوت نت كور بالكامل، وبنعمل اي كوميرس ويب سايت، وعندنا شهادات معتمده دوليا، وعندنا جروب على تليجرام موجود عليه كل الناس اللي خدوا معانا التكنولوجي دي. وتقدر ان انت تجوين معانا من دلوقتي وتنضم لعائله الاي اس بي دوت نت ام في سي وتاخد هدايا ب $90 اول ما تشترك ان شاء الله، ولينك الاشتراك موجود في الديسكربشن. حاجه مهمه جدا محتاج ان انا افكرك بيها، انا افضل ان انت تخش في مجال الباك اند او تخش في مجال الفول ستاك. ما افضلش قوي ان انت تتخصص فقط في الفرونت اند، لان يمكن هو وظايفه مش اكتر حاجه في الوقت الحالي، موجود لها وظايف بس مش كتير قوي. يا اما لو انت هتتعلم فرونت اند فانت لازم تاخد بقى جافا سكريبت فريم ورك زي الانجلر او الرياكت عشان تقوي السي في بتاعك وتفتح لنفسك فرص كتير.
لكن انا افضل ان انت تبقى فول ستاك او تبقى باك اند. في الموبايل ابلكيشن بقى انت مش محتاج كل التكنولوجيز اللي انت ممكن تتعلمها في مجال الويب دي، الموضوع ابسط بكتير. انت محتاج تتعلم لغه برمجه زي الدارت وتتعلم فريم ورك زي الفلاتر، وكده يبقى الحمد لله و100 100 اتعلمت كل اللي انت نفسك فيه. او تتعلم لغه زي السي شارب وتتعلم الفريم ورك بتاعها اللي هو الدوت نت ماوي، وطبعا دي هتبقى فرصه كويسه ان انت ممكن تعمل الويب والموبايل بنفس اللغه. هتحتاج ان انت تضيف عليهم كمان ازاي تتعامل مع الاي بي ايز، بس مش بس كده، ده انت هنا كمان محتاج تظبط نفسك قوي في البروبلم سولفينج والداتا ستراكشر والالجوريثمز. ليه يا معلم؟ لان زي ما قلت لك الموبايل الريسورسز بتاعته ضعيفه، فهتطلع منتج ضعيف جدا لو انت مش متعلم الحاجات دي. مش بس كده، ده هو ده السبب الرئيسي اللي مخلي السوق الموبايل ابلكيشن مضروب. هتلاقي في ناس كتير جدا 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 متعلمين فلاتر، بس تعالى النهارده عين بقى حد فلاتر واتفرج على مستوى الكود اللي انت هتشوفه، لان هو دخل على طول على الموبايل ابلكيشن، اتعلم دارت وفلاتر ودخل اشتغل. يا باشا ازاي؟ انت محتاج ان انت تتعلم كمان بروبلم سولفنج كويس جدا، داتا ستراكشر، الجوريثمز، عشان تقدر تطلع كود اوبتمايزد، تقدر الحاجه تكون سريعه، البرفورمانس يكون كويس. انا دايما بقول يا جماعه ان البرفورمانس ده هي حاجه تخص الديفلوبر. انت ديفلوبر كويس تقدر تطلع من تكنولوجي ضعيفه بيرفورمانس حلو، انت ديفلوبر وحش تقدر تطلع من تكنولوجي ممتازه جدا بيرفورمانس زي الزفت. فبالتالي اهتموا يا جماعه جدا بالنقطه دي عشان تبقوا موبايل ديفلوبرز كويسين. ننتقل للنقطه اللي بعدها وهي نقطه الكاركترستكس او الشخصيه، اللي هي كل واحد هيشتغل في مجال من الاتنين دول المفروض تبقى شخصيته عامله ازاي. وبالمناسبه دي من ضمن الحاجات اللي هتساعدك جدا ان انت تختار المجال اللي يناسبك. بدايه في مجال الويب، مجال الويب اللي بيشتغلوا فيه عاده بيكونوا ناس ما بيحبوش التغيير قوي، بيكونوا هم بيحبوا الكود، بيحبوا يكتبوا كود، ما بيحبوش الديزاين قد كده، يعني الديزاين والالوان والحاجات دي مش بتستهواهم خالص. هو عايز يعمل كونكشن مع الداتابيز ويكتب لوجيك ويعمل حاجات وتفاصيل ومعادلات رياضيه وكلام من ده، هو دماغه في المنطقه دي. لو بتديله ديزاين فانت يعني انت بتجرحه في قلبه كده، بتزعله لما بتديله ديزاين. لا نعرف التاني كده ما خدناهوش في الكلاس. وانا بقول للناس يا جماعه بلاش الديفلوبرز بتوع الباك اند تدوهم ديزاين، لا تظلموهم ولا تظلموا العميل يا جماعه، يعني ما تدوهمش ديزاين احسن. يعني عادة بيكونوا الناس ما بيحبوش التغيير قوي، بيحبوا يشتغلوا بتقنيات تكون مستقرة قدر الإمكان، حتى لو هو خرج من التقنية اللي هو فيها وراح لتقنية تانية بيكون يعني بالعافية يعني. على العكس تماما بقى الناس اللي بتشتغل في الموبايل ديفلوبمنت. أولا طبيعة الموبايل ديفلوبمنت بشكل عام إن الفترة دي المنتشر أكتر هو الكروس بلاتفورم أكتر من النيتف، والكروس بلاتفورم بيتغير تغيرات مش طبيعيه. انت ممكن كل اسبوعين تبص تلاقي التكنولوجيا عماله تتشال وتتهد. يعني معلش مايكروسوفت كانت منزله لنا تكنولوجي اسمها زامرين فورمز، فجاه راحوا شايلينها وعاملين لنا تكنولوجي ثانيه اسمها دوت نت ماوي، يعني غير لك التكنولوجي من اولها لاخرها. وكل فعلا فتره قصيره ببص تلاقي تحديثات كبيره جدا. فبالتالي اللي هيشتغل في المجال ده يعرف ان هو هيتعلم كتير قوي، وان هو هينزل تحديثات كتير ومش هيلاحق. بالاضافه ان انت في الموبايل ديفلوبمنت لا مهرب من الديزاين. هتعمل ديزاين يعني هتعمل ديزاين، هتنسق الشاشات بتاعتك بتبص بالسنتي، لان الموبايل صغير فبالتالي اي غلطه في الموبايل هتبان. فلو انت ما بتحبش الديزاين بلاش يا عم المجال ده وابعد عنه، لان انت بمنتهى البساطه هتعمل ديزاين بنسبه 70% او 60%، هتكتب كود بنسبه 40 او 30%. تخيل. فلو ما بتحبش الديزاين بلاش منه. كمان الناس اللي بيشتغلوا في الموبايل ديفلوبمنت بشكل عام بيكونوا ناس اللي هو ايه بيزهقوا، يعني اللي هو بيزهق من الحاجات الروتينيه والحاجات الممله، وعايز حاجه بقى فيها تجديد كده وفيها تغيير كل فتره وكلام من ده. فاللي هو ايه هيلاقي مكانه في المنطقه دي. لذلك لما حد بيعمل معايا اختبار تحليل الشخصيه والاقيه هو يعني عنده البروبلم سولفنج عاليه بس بيحب التغيير شويه، بوجهه على طول للموبايل ديفلوبمنت اكتر من الويب ديفلوبمنت بشكل عام. النقطة اللي بعدها واللي هي انترستنج جدا بالنسبة لناس كتير وهي الوظائف والمرتبات. الوظائف والمرتبات الحقيقة ان هي موجودة في المجالين. مجال الويب موجود فيه وظائف كتير جدا جدا، لان حتى الموبايل ديفلوبمنت هو بيتوقف برضه على الويب ديفلوبمنت. ما انت مين اللي هيعمل لك اي بي ايز؟ هو الراجل بتاع الويب على طول يعني كده. فبالتالي الوظائف في مجال الويب كتير ومتنوعة ومرتباتها ظريفة وكويسة.
بتبتدي النهارده في السوق المصري من اول 6000 جنيه، ولو ان في شركات كتير ابتدت تعلي الريت ده وبداوا يبتدوا من 8000 جنيه و9000 جنيه، وفي شركات كبيره كمان ابتدت ان هي تحط 10000 جنيه مرتب اساسي للي لسه متخرج او لسه ناوي يشتغل. نقدر نقول المرتب الرسمي دلوقتي بقى 8000 جنيه للي لسه متخرج وبيبتدي شغل. ولكن هتيجي تشوف مثلا تكنولوجي زي الاي اس بي دوت نت، هتلاقي انها بتاخد ال 8000 جنيه وهي مستريحه خالص. هتلاقي تكنولوجي مثلا زي البي اتش بي هتكون بتاخد 6000 جنيه يمكن يعني بالعافيه، لان المنافسه شرسه في سوق البي اتش بي، وكمان اسعار اصلا الويب سايتس بتاعت البي اتش بي ما هياش كبيره قوي، فبالتالي دايما مرتباتهم اقل من مرتبات الاي اس بي دوت نت. ننتقل بقى على الموبايل ديفلوبمنت اللي هتلاقي الوظائف بتاعته كتير برضو، لكن متوزعه ما بين نيتيف ديفلوبمنت وما بين كروس بلاتفورم. والكروس بلاتفورم هتلاقيه شويه فلاتر وشويه .NET ماوي وشويه رياكت نيتيف، فالوظائف متوزعه على عدد كبير من الناس. الوظائف بتبتدي برضو من 6000 جنيه في الموبايل ديفلوبمنت، في ناس بتوصلها ل8، بس الفلاتر اي ثينك ان هو يعني ما بيوصلش لل8 من اول بدايته كده على طول، لان الناس بيقلقوا منهم، بيبقى عايزين يجربوهم الاول. اي حاجه دوت نت بصراحه هي بتبقى ماسكه سعرها يعني، لان هو التكنولوجي نفسها بتبقى مستقره، وبتبقى الناس عارفين ان الناس بتوع الدوت نت بيطلعوا انتاجيه، فبيدوا لهم مرتبات هم مش قلقانين، فممكن في الدوت نت ما تبص لنفسك مسكت ال8 مستريح. الرياكت نيتيف يمكن هو قل بنسبه كبيره الفتره الاخيره نتيجه ان فيسبوك ما اهتمتش اصلا بالتكنولوجي، فبالتالي هتلاقي ان مرتبات الكيرف بتاعها ابتدى ينزل، فبقت حوالي مثلا 6000 جنيه كبدايه. هتلاقي ان الوظائف في مجال الويب اكتر شويه من مجال الموبايل، بس لو مسكت وظيفه في الموبايل احتماليه ان انت تستمر فيها هيكون اكتر من احتماليه ان انت تستمر في مجال الويب كوقت طبعا، لان هو الناس ما بيصدقوا يلاقوا حد موبايل ديفلوبر شاطر، فما بيكونوش عندهم استعداد يغيروه ولا يستغنوا عنه ولا الكلام ده كله، فالناس هيزودوك ومش هيرضوا ان هم يسيبوك بسهوله. النقطه اللي بعدها والاخيره وهي الفيوتشر او المستقبل. مستقبل المجالات دي ممكن يكون رايح ازاي؟ هنا انا هحط رايي الشخصي المتواضع. انا شايف ان مجال الويب كمان 2 أو 3 هيتحول لفول ستاك بنسبه كبيره جدا، يعني مش هيبقى فيه بقى فرونت اند وباك اند، لا انا شايف ان الاغلب هيبقى فول ستاك. وانا شايف ان تقنيات الويب ابتدت تدخل بشكل كبير جدا في حته ان هي تعمل موبايل اب يتعمل له سيت اب على الموبايل ويكون البرفورمانس بتاعه كويس، وابتدوا ان هم كمان يعملوا اكسسنج للهاردوير بتاع الموبايل بنسبه كبيره جدا. فبالتالي انا عندي احساس ان ممكن مثلا كمان 4-5 سنين نلاقي ان احنا من خلال الويب ممكن نعمل موبايل ابلكيشن كويس جدا، ما نحتاجش ان احنا نعمل حاجه نيتيف، يبقى احنا عملنا الحاجه مره واحده بس وريحنا دماغنا. انا شايف ان ده ممكن يحصل على المدى الطويل، وشايف ان حته الفول ستاك دي احنا ابتدينا فيها خلاص اصلا، ان قريب جدا جدا مش هيبقى في حاجه اسمها فرونت اند وباك اند والكلام ده كله. طيب ننتقل بقى على الموبايل. الموبايل الكروس بلاتفورم انا قلت ان هو هيكتسح السوق والناس ما صدقونيش، وهو فعلا اكتسح السوق، وانا شايف ان الفتره الجايه الكروس بلاتفورم هيكمل في اكتساحه لحد ما هيقضي على النيتيف بشكل كبير جدا جدا. وشايف ان الموبايل ديفلوبمنت كمان هيبتدي يخش فيها نقطه جديده، اللي هي فكره ان اللي بيعمل الموبايل ابلكيشن هو اللي يعمل لنفسه الاي بي ايز، وهو اللي يعمل لنفسه لوحه التحكم والكلام ده كله. فبالتالي هتلاقي اللي بيشتغل فلاتر هيحتاج ان هو ممكن يتعلم مثلا بي اتش بي او يحتاج يتعلم بايثون او كلام من ده على مدار مثلا 2 أو 3 من دلوقتي، بسبب طبعا تطور الذكاء الاصطناعي وتطور الشات جي بي تي والحاجات اللي زي دي. فانت هتلاقي ان بدل ما كان في رولز كتيره، الرولز هتتشابك وهتتجمع مع بعضها. بالاضافه ان في تكنولوجيز مثلا زي الفلاتر بيقولوا ان هي بتعمل ويب سايت. طبعا انا شايف ان ده حل مش عملي خالص بالمناسبه. انا شايف ان الموبايل ابلكيشن هيطلع ويندوز ابلكيشن بمنتهى القوه، لكن ان هو يطلع ويب انا شايف ان دي حاجه بعيده شويه. انا شايف ان الويب بيطلع موبايل اسهل بكتير جدا يعني، وشايف ان الموبايل يخش اكتر في الحته بتاعت الويندوز ابلكيشن وحته مثلا الساعات والتيفيز والكلام ده. انا شايف ان ده هيبقى حل افضل للفتره اللي جايه يعني. بالاضافه ان زي ما قلت لكم ان هيبقى فيه فول ستاك من نوع جديد، اللي هو واحد بس بيعمل الموبايل وبيعمل الويب. ولذلك انا متوقع ان التكنولوجي بتاعت الدوت نت هتعلى بنسبه كبيره الفتره اللي جايه، لان انت بتقدر تعمل بيها الويب وبتقدر تعمل بيها الموبايل بكود واحد بس. فبالتالي ده هتبقى فرصه كويسه جدا مع التطور اللي احنا شايفينه الفتره اللي جايه. في النهايه احب اقول لك اختار المجال اللي انت بتحبه، اختار المجال اللي يريحك، اختار المجال اللي انت لما تشتغل فيه عدد ساعات طويله ما تحسش بملل، اختار المجال اللي انت تحس شخصيتك فيه.
لو انت قدرت تعمل ده صدقني مش هتحتاج انك تغير، وصدقني لو حصل اي تطور في الذكاء الاصطناعي او في غيره هتقدر انك تنتقل من المجال ده لمجال شبيه بيه بمنتهى البساطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان بيفرق جدا في انتشار الفيديو، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.